السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المتابعين، خالص تحياتي للجميع وكل اللي بيشوفني على منصات التواصل الاجتماعي. بخص بالتحية بتاعتي الناس اللي أصحاب اللايكات السريعة، الناس اللي بتقدر مجهودنا بجد وبتعمل لنا لايكات وبتعلق لنا على الشغل بتاعنا. تحياتي لكم جميعا وشكرا من كل قلبي. أعزائي المتابعين، أهلا بكم مرة تانية، ويلا نكمل مع بعض الفيديو بتاعنا. أنا جايب لكم النهاردة في الفيديو ده أحدث أشكال الجبسون بورد أو ترند الجبسون بورد في الفترة الأخيرة، اللي هو الشغل الفلات مع الليد بروفايل أو الماجنتيك ليد. هو ده الشغل اللي ماشي بقاله فترة. عندنا هنا معظم اليوسف كانت فلات، سقف ده زي ده مثلا سقف ريسبشن كله فلات، بيت نور جنب الحيطه، مجلدين السقفيه بتاعت بيت النور لان المحاره انت عارف بتاع المحاره مبيبقاش يظبط الزوايا كويس، فاحنا بنجلدها معانا وبننضف الشغل معانا واحنا ماشيين. عندنا ليد بروفايل 3 مستطيلين وفيهم مستطيل رابطهم ببعض، وفي تراك كده للسبوتات او الماجنتيك ليد هيركب فيه اللي هو البارز، المسطره البارزه. عندنا مطبخ معمول جبس احمر، دي طرقه برضو فلات، الستاره معمول لها برضو هيدن لايت ومجلدين الحته اللي جنب الحيطه. هنا برضو الحمام فلات وبيت نور جنب الحيطه 15 سنتي مع ليد بروفايل حرف ال فوق الشاور وحرف ال خارجي. ده الجزء بتاع الشفاط. عندنا بعد كده دي غرفة نوم، السقف بتاعها فلات ومعمول مكان فوق السرير، وده كان جدار فيه عمود كده كان مبوظ الجدار ومشوهه، فقفلنا الجدار بتاعنا وجلدناه جبس عشان نعرف نحط السرير في المكان ده ونوسع الأوضة ونعرف نعمل الشغل بتاعنا. بعد كده عندنا دي غرفة أطفال، كانت معمولة برضو صندوق كده جنب الحيطة ببيت نور، لكن الأطفال اختاروا أو الأولاد اختاروا رسمة كده في النص واختاروا الرسمة دي عملناها، وكذلك الأمر في نفس الغرفة دي برضو اختاروا الرسمة دي زودناها بعد ما كنا خلصنا الشغل. أتمنى الفيديو ده يكون عجبكم، وحابب أقول حاجة أخيرة. الليد بروفايل هنا كله متفتح زي الطريقة بتاعتنا اللي بنشتغل بيها دايما، وهي بالراوتر، ومتثبت برضو بمسامير